السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم ام اميرة، واهلا بيكم في قناتي يوميات الناس البسيطة. في فيديو النهاردة هنعمل تحلية سهلة وبسيطة وسريعة، وفي ناس كتير قوي يعرفوها ومتربيين عليها، وفي ناس لسه ما يعرفوش لحد دلوقتي. الحقيقة بقى مهما نعملها دلوقتي ما بتطلعش برضو زي بتاع زمان، ولا ريحة ولا طعم زمان. حاجة كده اخر لذيذة. سد الحنك من الحلويات السريعة جدا المهدور حقها، وسريعة خالص ما بتاخدش وقت معانا، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا وهتعجبكم. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة تقديم حلوة جدا. تابعيني لآخر الفيديو خطوة بخطوة، ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة بقى احنا جبنا طاسة وحطيناها على النار، ونزلنا بالزبدة بتاعتنا. لو انت عندك زبدة ماشي او سمنة بلدي مفيش مشكلة، المهم يعني هي تبقى حاجة ايه، بلدي. سمنة بلدي اهم حاجة، سواء بقى زبدة او انت مسيحاها مفيش مشكلة خالص. طبعا انا هفكك الزبدة بتاعتي واحدة واحدة كده على نار هادية، بحيث ان هي ما تتحرقش مني، لان انتوا عارفين طبعا الزبدة عشان نحطها على نار عالية بتتحرق على طول. فاحنا النهاردة بقى ايه، هنسيحها كده على هادي مع بعض لحد ما تفك خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واوصل للنتيجة دي على نار هادية. بعد كده بقى الخطوة اللي بعد كده هنزل بقى 5 معالق دقيق كبار، على حسب طبعا الكمية اللي انت عايزة تعمليها، بس 5 معالق بتبقى يعني ايه كمية مناسبة وحلوة، بالذات للناس اللي لسه ايه مبتدئين بقى بيعملوها اول مرة، فهتبقى برضو حلوة بالنسبة لهم وخفيفة كده، مش حاجة كتيرة معاكي، لا هتبقى حاجة كده ايه على القد، وحاجة تعمليها سهل في سهل كده وبسيطة، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. طبعا انا بعد ما نزلت بقى ب5 معالق دقيق في السمنة بتاعتي، هقلب فيهم كويس جدا لحد ما اوصل للقوام اللي هو الكريمي الحلو، اللي هو ما يكلكعش مني ولا يبقى فيه تكتلات خالص. ولو حسيت بقى ان انا عايزه ازود معلقه دقيق ولا حاجه مفيش مشكله، هنزل بمعلقه دقيق. انا في المرحله ديت حسيت ان انا عايزه معلقه دقيق كمان، فهنزل بمعلقه دقيق. نزلت بقى بمعلقه دقيق كمان، وهقلب فيها كويس جدا. اهم حاجه بقى في المرحله دي ان انا اضمن ان انا وزعت الدقيق كله في السمنه، ومفيش اي دقيق معايا يبقى ظاهر خالص، لان اصلا سد الحنك ما يعتبر ما بيتعملش فيه حاجه خالص غير هو انك تحط الدقيق في السمنه وتقلبيه على النار فتره طويله لحد ما توصلي بقى للون اللي انت عايزاه، وتحسي ان خلاص بقى الدقيق كده استوى في السمنه، خلاص مش محتاج اي حاجه تانية. لان طبعا احنا بعد كده ما بنحطوش في اي حاجه، ولا بنرجع نسويه تاني ولا الكلام ده خالص. هي دي المرحله بتاعت التسويه بتاعته، فدي اللي انا هركز عليها كويس قوي، وهقلب على طول على طول مستمر كده، بحيث ان انا اضمن ان مفيش اي حاجة مكلكعة ولا الكلام ده خالص، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا بالتقليب المستمر كده على طول من الجناب ومن النص ومن كل حتة، بحيث ان انا اضمن ان الحرارة بتتوزع في كل حاجة وكل حتة في الدقيقة بتاعتنا، بحيث ان احنا الدقيق بتاعنا يستوي في السمنة، ما يبقاش حتة بقى محروقة وحتة مش محروقة، لا احنا عايزينه كله يبقى لون موحد، عشان كده ايدنا تبقى فيه في كل الاتجاهات. زي ما انتوا شايفين بقى كده لحد ما اوصل للون البني اللي هو الفاتح بالشكل ده. انا كده وصلت للدرجة اللي انا عايزاها بالظبط. هقلبها بقى تقليبة كويسة كده كمان. خلاص هو اللون ده اللي انا عايزاه، خلاص كده انا ضمنت ان دي استوى كويس جدا في السمنة. ده كله ما بياخدش وقت معايا خالص. المرحلة بقى اللي بعد كده هجيب كوباية فاضية او طبق او اي حاجة يعني متاحة عندك، هنزل بقى بمج سكر. هو مج مش كبير يعني وسط كده، هحط مج سكر وهنزل عليه بقى بمج وربع ميه، يعني كوباية سكر وكوباية وربع ميه، لان سد الحنك اصلا ما بيحتاجش سكر كتير، يعني هو السكر ده بيبقى بالنسبة لها يعتبر مظبوط، المقدار ده مظبوط جدا ليها.
هبدأ بقى ان انا اقلب السكر في المية كويس قوي، بحيث ان السكر يدوب خالص معايا، ما يبقاش فيه سكر، يعني اضمن ان هي خلاص السكر بتاعها متوزع فيها كويس. لان بمجرد ما بنزل بالمية مسكرة على العجينة بتاعتنا او الدقيق بتاعنا ده بعد ما استوى، هي بتلم على طول وتشكل معايا على طول عجينة. فانا هقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين بقى كده، وهروح بقى على النار تاني هناك، وهنزل بقى على الدقيق بتاعنا ده بعد ما استوى في السمنة. هنزل بقى بالمية المسكرة على طول، بس هنزل تدريجيا. اهم حاجة في المرحلة دي تهدي النار خالص، ما تبقاش عالية عشان ما يحصلش اي طرطشة ولا اي حاجة ايه تفور معانا. زي ما انتم شايفين بقى كده انا هنزل بالمية تدريجيا، لان العجينة ما شاء الله بتلم على طول. مجرد ما بنزل بالمية بتلاقي العجينة بتاعتنا لمت على طول. فهنزل حبة بحبة كده واقلب برضو ايه اول باول، وهوزع برضو التقليب بتاعنا في كل الاتجاهات. هي ما شاء الله خلاص هي كده مستوية خالص اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنزل بالمية لحد ما احس ان هي خلاص بقى ايه، هي كده مكتفية بالمية اللي احنا حاطينها. خلاص هي كده بقت تمام قوي ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين بقى هي بتلم معايا على طول اهي، وبتشرب المية كلها، ما بيبقاش فيه اي مية خالص. هي بتشرب المية برضو زي ما انتوا شايفين بقى كده، وبتلم معايا على طول عجينة. بصوا بقى القوام بتاعها بقى عامل ازاي، يعني بقت زيها زي العجمية بالظبط. اهو هلم بقى في العجينة بتاعتي كده كلها اهي. هي كده تمام قوي، ما فيهاش اي تكتلات ولا اي حاجة، ما شاء الله حلوة جدا. يعتبر هو الدقيق والسمنة والسكر والمية بس فقط لا غير، ما فيش اي حاجة اكتر من كده. يعني الموضوع ده كله ما بياخدش 10 دقايق على النار. يعني بصوا ما شاء الله العجينة بتاعتنا بقت حلوة جدا اهي وناعمة قوي. هي بقى المفروض بتتاكل في المرحلة دي وهي سخنة كده، يعني اهم حاجة بتبقى سخنة كده، بتبقى طعمها احلى بكتير عما بتكون باردة. طبعا بقى انت بتشكليها بالشكل اللي انت عايزاه، يعني ممكن تشكليها بمعلقة الايس كريم، وممكن تشكليها بايدك، وممكن تشكليها باي شكل عندك موجود، بتطلع معاكي برضو شكلها حلو. بالنسبة لي انا شكلتها بقى ايه كور كده، كورتها بايدي كور صغيرة. فانت زي ما انت حابة تشكليها عادي براحتك باي شكل انت عايزاه. ما شاء الله حلوة جدا اهي. انا شكلتها بقى الاشكال اللي انتوا شايفينها دي، عملتها زي كرات صغيرة كده. يعني ما شاء الله بصوا شكلها جميل جدا وطعمها حلو قوي قوي. انا نفسي بصراحة تجربوها، هتعجبكم. وفي نفس الوقت حاجة تحلية كده سريعة وبسيطة، وما خدتش معانا وقت خالص ولا تكلفة يعتبر. هو مجرد الدقيق والسمنة والمية مسكر فقط لا غير، مفيش اي حاجة تانية. انت بقى حابة تزوقيها باي حاجة، اي مكسرات عندك او اي حاجة انت عايزة حابة تحطيها على الوش كده كزينة، يعني ان هي تفتح النفس، هتعجبكم جدا. ويا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خفيف، واشوفكم على خير ان شاء الله. واهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. ومع السلامة.